في ستات كتير بتتخوّف من لعب الرياضة أثناء الحمل لإنهم بيكونوا خايفين على صحة البيبي بتاعهم. أنا جاية في الفيديو ده عشان أقول لكم إن ده مش صحيح إطلاقًا ومش محتاجة إنِّك تقلقي، بالعكس ده لعب الرياضة أثناء الحمل مفيد جدًا ليكِ على الناحية النفسية وعلى الناحية الجسدية. على الناحية النفسية لإن هو هيحسسِك براحة ولياقة ونشاط كبير جدًا، وعلى الصحة الجسدية لإن لمّا يحسّن اللياقة بتاعتِك ومجهودِك العضلي هيحسّن بعدين طريقة تعاملُك مع ألم الطلق وطريقة الولادة نفسها إن شاء الله. طب إيه هي الرياضات المسموح بيها؟ والله لو أنتِ كنتِ بتلعبي أصلًا رياضة من قبل الحمل فيُفضّل إنِّك تفضلي ماشية على نفس الوتيرة اللي أنتِ كنتِ ماشية عليها طول ما أنتِ حاسة إنِّك مرتاحة ليها، مع مراعاة إن ممنوع تمامًا إنِّك تبقي بتحمّلي أوزان زيادة على البطن أو بتنامي على ضهرِك لفترة طويلة بالذات بدايةً من الأسبوع ال16 من الحمل. الرياضات القتالية واللي بيكون فيها احتكاك مباشر أو الرياضات اللي ممكن نكون مُعرّضين فيها لخطر السقوط والارتطام، فده برضه يُفضّل إنِّك تستبعديها تمامًا من روتين الرياضة بتاعِك. لكن فيما عدا ذلك بنقول إن لازم تبقي بتشربي سوائل كتير أثناء الرياضة، تبقي أنتِ وأنتِ بتلعبي الرياضة مرتاحة، حاسة إنِّك قادرة تتكلمي أثناء لعب الرياضة فما تجهديش جسمِك. لو أنتِ أول مرّة تبدئي تلعبي يُفضّل إنِّك تبدئي تدريجيًا، ما تدخليش في الحامي على طول، وحافظي على نشاط يومي بتعمليه على الأقل نُص ساعة يوميًا مشي أو مشي سريع علشان تحافظي على النشاط الجسدي بتاعِك. لكن فيما عدا ذلك ما فيش أي مشكلة، اهتمي بالتمارين اللي بتقوي عضلات البطن، اللي بتقوي عضلات الحوض وقاع الحوض، عشان دي اللي هتساعدِك على تجنب آلام الحمل الأخيرة، وكذلك على الولادة بشكل سلس إن شاء الله.